السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم. مرحبا بكم في قناة شهوات مع جيهان. وصفتنا اليوم ان شاء الله فغادي نشارك معكم واحد العصير اللي تيجي زوين بزاف، القوام ديالو رائع ومنعش في نفس الوقت. هو اللي يصلح لكم في هذا الشهر الفاضل. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. غادي نحضروا معكم بواحد الطريقه اللي هي زوينه بزاف وراه كيخرج لنا تبارك الله واحد الكميه اللي هي كثيره. فالا كنت دي اول مره كتزوروا في القناه فما تنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا جرس التنبيهات باش دائما توصلوا بجديد الفيديوهات ان شاء الله، وما تبخلوش عليا باللايكات والتشجيعات ديالكم باش نزيد نحط لكم المزيد من الوصفات. فبلا ما نطول عليكم ندوزو مباشره نشوفوا يعني المقادير والطريقه ديال هذا العصير اللي كيجي غزال واكثر من رائع ومشاهده ممتعه. فغادي نبداو على بركه الله. فغادي نحتاجوا واحد الخمسه ديال الخيزو او الجزر. فانا عندي يعني هاد الخزويات اللي هما متوسطين يعني ولا صغار شويه. فهنا كتاخذوا نتوما على حسب يعني الكميه اللي بغيتو. فانا كيف ما شفتوا راه عندي الخيزو مقشر، فغير غادي نحاول انني نقطعو قطع اولا دوائر اللي هما شويه رقاق بهذا الشكل هذا. صراحه خيزو عنده واحد الدور زوين في العصير، راه كيجي بنين وكيعطينا واحد الختوريه للعصير. فراه هو مفيد بزاف بزاف، يعني اللي ما كياكلوش هكا يعني طايب فمن الافضل انه يديروا هكا عصير ويستافد منه. فانا صافي البنات من بعد ما قطعته دوائر بهذا الشكل فغادي نديرو هنايا في كاسرونه، غادي نديرو كامل وغادي نخوي عليه واحد الكاس ديال الماء. ما تكثروش الماء بزاف، غير واحد شويه صافي، ونديروهم فوق البوطه ونخليوه حتى يطيب لينا مزيان مزيان. فهنايا صافي ملي كيبدا كيغلي لنا بهذا الشكل هذا ونبقاو نقيسو نلقاوه باللي انه طايب. صافي داك الساعات نطفيو عليه ونخليوه حتى يبرد تماما. من بعد غادي ناخذ واحد الليمونه اللي غادي نقشروها وغادي نحاولوا اننا نقيوها مزيان من داك الجلده ديال هذاك البيضه باش ما تعطيناش نهائيا المروره في العصير. انا غادي نضيف البنات غير ليمونه وحده وانتم على حسب عدد افراد الاسره اللي بغيتو. فانا غادي نقطعهم هكا شرائح بهذا الشكل، وهذيك اللي عندك الجلفه اللي في الوسط فغادي نزولها بطبيعه الحال. صافي البنات بهذا الشكل هذا. وهنا كان الليمون صغير فممكن تستعملوا جوج ديال الليمونات. فهنا عندي التفاح حتى هو مقشره، فانا غير غنحاول انني نقطعو هنايا حداكم. فهنا عندي البنات تفاح صغير، لهذا غادي ندير جوج ديال التفاحات صغار. الا كان تفاح كبير ضيفوا غير وحده، غير وحده كافيه. فانا دا غير تفاح غير صغيور فدرت جوج ديال التفاحات حتى هما كنقطعهم. كنحاول انني نقشرها مزيان ونقيها. صافي البنات وغادي نقسمهم بهذا الشكل هذا. صافي كيف ما موضح لكم في الفيديو. هذا العصير اللي غادي نشارك معكم كيجي غزال بزاف منعش ويعني وكيبرد يعني هذا العطش. فراه ما كيجي غزال بزاف وصراحه تستحق التجربه. اللي مازال ما جرباتوش بهذه الطريقه تجربوا، فهو كيجي زوين. وهنا غادي نحتاج واحد الحبه ديال البنانه. صافي نقيوها صافي وتا هي غادي نقطعوها قطع اللي هما صغار بطبيعه الحال. صافي البنات بهذا الشكل هذا. وهنا عندنا بطبيعه الحال الخيزو ديالنا اللي سلقناه. هنا راني احتفظت بواحد الكميه قليله ديال الماء اللي بقات، فهي بطبيعه الحال غادي نديرها مع الفواكه، ما غاديش نرميه نهائيا. وهنايا بالنسبه للخيزو البنات ممكن تضيفوه كامل، ممكن تضيفوا الكميه اللي بغيتو. فانا هنا كل شيء غادي نديروه هنايا في الهاشوار بهذا الشكل. يا اما ديروه في الهاشوار يا اما ديروه في الخلاط الكهربائي الا ما كانش عندكم، ماشي اشكال. هنا كندير كل شيء، كندير التفاح اللي قطعتهم، كندير كذلك الليمون، وكندير هكا الخيزو اللي كيكون مسلوق.
ما بغيتوش تسلقوه كتفضلوا خضر ممكن ديروه، لكن هكا يكون مسلوق على الاقل غير نص طيبه يعني كان حسن. صافي هادو هما يعني الفواكه اللي غادي نحتاجو في هذا العصير هذا، واللي كيجي البنات زوين بزاف وكيجي خاتر وكيجي غزال. فهنايا صافي هادو هما الفواكه اللي ضفت. فغادي نضيف واحد العلبه ديال الياغورت بنكهه الموز، ممكن تستعملوا ديال البنان، ديال الخوخ، اي نكهه، اولا ديال الفريز، مهم اي نكهه كتفضلوا نتوما ممكن تضيفوها. فتا هاد الياغورت كيعطي واحد القوام زوين بزاف بحال اللي شبه كريمي. صافي البنات هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. انا هنايا بالنسبه للعصير ما غاديش نضيف نهائيا السكر، فانا دائما العصائر اللي كندير ما كندير لهمش نهائيا السكر. لا بغيتو تضيفوا السكر يعني فممكن. فانا غادي نحتاج واحد الكاس كبير ديال الماء، ما غاديش نكتر الماء يعني حتى نطحن مزيان هاد المكونات مع بعضياتهم. كيف ما قلت لكم ممكن الا كان عندكم الهاشوار تستعملوا هكا في الهاشوار او لا مباشره في الخلاط الكهربائي. فكنحاول انني نطحنوا واحد شويه، واحد المده ديال 2 دقائق حتى ل 3 ديال الدقائق. صافي البنات بهذا الشكل هذا. ولاحظوا معايا انتوما كتحكموا في القوام ديال العصير. الا بغيتوها كيجيكم خاتر ما تزيدولوش الماء بزاف، ولكن الا بغيتوها كيجيكم خفيف ضيفوا له الماء. فانا كيف ما شفتوا راني زدت واحد الكاس واحد اخر ديال الماء، حيت بغيت العصير شويه يجيني خفيف، ما يجينيش ثقيل. فكنعاود نطحنو مره واحده اخرى مزيان بهذا الشكل هذا. صافي البنات، نتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات، الله يعطيكم الستر، شجعوني باللايكات والتعاليق ديالكم الزوينه باش نزيد نحط لكم المزيد من الوصفات باذن الله. صافي البنات هنا من بعد ما ساليت بالطحين، هنا صافي البنات من بعد ما يعني طحنا العصير ديالنا، فغادي ناخذ البول وغادي ناخذ هكا الصفايه وغادي نصفي هذا العصير هذا. هو من الافضل ان يعني كل شيء يكون تطحن مزيان مزيان، وخصوصا يعني خيزو يكون يتسلق مزيان باش هكا يهبط معاكم هكا ملي كتكونوا كتصفيوه. واخا شويه كياخذ شويه د الوقت، ولكن معليش هكا معلقه تكون هكا شويه كبيره وتبقاو تعاونوها باش يعني كيحاول ما امكن ان داك الشيء اللي بقى كيف ما شفتوا معايا داك التفل ديال الليمون فهو كيبقى على برا، والحاجه اللي ما طحنتش كتبقى. فهذا هو كيجي القوام ديالو بهذا الشكل هذا كيف ما شفتوا. انا شويه هنا خفيف، بغيتو يجيكم القوام ديالو ثقيل شويه فما تكثرولوش الماء. صافي انتم كتلاحظوا معايا القوام ديالو فراه كيجي غزال بزاف، كيعطينا تبارك الله واحد الكميه اللي هي كثيره. نتمنى انكم تجربوها وتجربوا هذه الطريقه هذه، فكتجي منعشه وبنينه. وكيف ما قلت لكم بغيتوا تضيفوا له السكر ضيفوا له. وكان هذا هي العصير ديالنا ديال اليوم، نتمنى ان يكون نال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد في وصفه جديده. خليتكم على خير، بسلام عليكم.